وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا الواحد بقاله فتره كبيره منقطع، بس والله يعني غصب عني الفتره دي بيحاول اللي هو عارف فكره البرفكشنزم، ان انت عايز تعمل افضل حاجه وافضل شوتات في الفيديو، بس المشكله ان انا ما بكملش الفيديو اصلا. فيعني انا حتى ما بعملش فيديو عادي، الله يعني انت عايز تعمل البرفكشنزم بتخسرك حاجات كتير قوي ان انت ما بتعملش الفيديو. فانا ورايا يا جدعان يعني شويه مذاكره، خلينا نروح نبدا دلوقتي عشان تقريبا الساعه داخله في 2 وربع، عشان بس نلحق نخلص الدنيا. فيلا بينا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عمنا الشباب يعني النهارده الجمعه بنعمل زي بننزل ناكل، يعني نجيب فطار وكده وننزل بعد الجمعه بعد الصلاه يعني. فالقعده جامده جدا يعني يا شباب، يعني حقيقي القعده جامده جدا. فمن اكتر المواضيع يعني اللي عايز اتكلم فيها هي فكره ان انت حاول تشوف حد يشدك للحاجه اللي بتخليك حاسس بالراحه، بتخليك تمشي في الصح. لو ما لقيتش، يعني هي فكره ان انت لو ما لقيتش او كنت اخترت غلط، لا تراجع نفسك. مشكلتنا ان احنا لو ما لقيناش بنروح جاي ماسكين ان احنا خلاص انا قاعد مش عامل اي حاجه غير لما الاقي اللي هيجي يشدني يقومني لكذا وكذا، وان انا اعمل كذا وكذا. لا، انت فكره ان انت لازم تقوم بنفسك. لو حد معاك شجعك ماشي، مفيش حد معاك ما تستناش. طب انت مثلا يعني انت عندك مثلا في ناس بتقول لك ان انا عندي مهام، عندي مثلا حاجات المفروض اعملها انا مش بعملها بسبب ان مفيش حد بيشجعني على الحاجه دي. بص يا صديقي، يعني هو انت المفروض ما تنتظرش حد ان انت يكون معاك في الحاجه دي. يعني بعد توفيق ربنا انا بعمل الحاجه دي عشان نفسي، مش مستني من حد حاجه، مش مستني حد يعمل لي حاجه، مش مستني حد يساعدني في اي حاجه. انت بتعمل حاجه عشان نفسك. هو انت هو انت لما يعني انت لما استنى الدبانه ديت هو انت مستقبلك، يعني انت مستقبلك في حد هيجي يعيشه غيرك؟ انت لو جيت يعني تقارنها كنجاحك اي حاجه في حياتك انت بتحققها، مفيش حد هيعيشها غيرك. ففكره ان انت حاول تتعب، حاول تتعب وما ما تنتظرش يعني كظروفك، اي بيئه انت محطوط فيها ما تنتظرش ان هي توقعك او تسبب لك احباط او يأس او اي حاجه من دي. انت بتحاول تسعى، بس انت امور بيه ان انت بتسعى. فانت غير كده ما تقعدش بقى تفكر اصل انا لازم يكون صاحبي كذا، اصل انا المفروض يكون عندي كذا، اصل انا المفروض مستني ان دي تحصل عشان اشتغل. لا، يعني اشتغل بدون كل الحاجات دي كلها، اشتغل واعمل اللي عليك. غير كده ما بجد والله، لان انت فكره ان انت لو انتظرت مفيش حاجه هتحصل. تكبر اوريدي، بتكبر يعني وبتضيع، يعني انت بتضيع حرفيا، يعني بالظبط انت بتضيع. فانت منتظر مين يا اسطى ان هو يحقق لك اي حاجه في حياتك او يعمل لك اي حاجه؟ قوم اشتغل واعمل اللي عليك وخلي، يعني فكره ان انت تسعى ديت حاجه مهمه جدا جدا في حياتك. فحاول يعني حاول ما تنظرش حد يعني، وحاول تشتغل وتعمل اللي عليك بدون ما تنتظر حد يشجعك، بدون ما تنتظر حاجه في حياتك تحصل. الله وبركاته، اتفضل. فيعني حاول تشتغل جدا جدا. فيعني احنا دلوقتي هنعمل شاي، اصور لكم برضو الشاي. يعني الفلوج النهارده يعني من اكتر حاجات يا جماعه يعني الجميله جدا جدا اللي انت تعملها، ان انت تنزل تتمشى في، يعني تخلي مثلا يوم كده زي في اخر الاسبوع ان انت تنزل تتمشى كده. يعني انا كنت بتمشى كتير يعني، بس انا اول مره الصراحه ان احنا نجيب اكل كيوم جمعه كده، ويعني نجيب فطار نفطر كده بعد الصلاه ونقعد. يعني حاجه جامده جدا الصراحه، يعني اول مره اجربها، بس حاجه جامده جدا. فحقيقي حقيقي جدا سبحان الله الطبيعه دي لما واحد بينزل بتحس ان هي، بص، بدون بقى يعني زحمه الاكواد وزحمه التكنولوجيا وزحمه اللابتوب ومش عارف ايه والسوشيال ميديا بص كل ده بعيد. ولو معاك بقى يعني شويه، بص لو معاك منزل شويه ابتهالات او قران مثلا للشيخ محمد رفعت، الحاجات اللي هي القديمه دي شغالها جنبك، بجد هتستمتع جدا جدا جدا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن
قبلك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صباح الخير يا شباب. يعني الساعة تقريبا داخلة في حاجة زي مثلا 8 أو 7:30. فالواحد يعني بقاله فترة كان بيقرا في كتاب الماجرات للدكتور إبراهيم السكران. فبجد يعني فكرة إن أنت تتابع السوشيال ميديا وتتابع الأخبار وإن أنت تصحى بقى بص التنين المجنح اللي مفيش منك اتنين، اللي مستني أخبار العالم كلها، اللي الأخبار دي بالنسبة لك حياة أو موت، مش إن أنت تسيب الأخبار دي هتموت. بجد لأ، هيغيرك جدا جدا يعني. والأفكار دي أصلا اللي هو إيه بالنسبة لك أنت كشخص أصلا مش مهمة. يعني هي مش هتفرق معاك، بالعكس أنت لو عرفتها في أوقات كتير أنت بتعرف حاجات أصلا يعني بالنسبة لك بيتعرض لحكام كمية حاجات بتخليك في حاجات كتير تكتئب، في حاجات كتير تشوف ناس تلاقيها أعلى منك وهم أصلا فكرة إن هم بيبقوا أعلى منك. وبص يعني هم بيبقوا تعبانين جدا جدا، أو سواء بقى مش تعبانين، هم يعني ممكن أهليهم محقق لهم الحاجات دي يعني. فأنت بقى بتقعد تفكر وتقعد بقى حزين وتقعد اللي هو إيه ليه ومش ليه وأنا مش عندي كذا. وبجد الحاجة ديت محزنة جدا جدا. وإن أنت تخش في دوامة بقى إيه، عارف اللي هو فكرة البرين روت، إن أنت صاحي يا دوبك أنت صاحي أصلا المفروض يعني صاحي بنشاط والدنيا حلوة، إن أنت أصلا الحمد لله يعني أنت صحيت أصلا اللي هو إيه، إن أنت أصلا ربنا أنعم عليك بنعمة إن أنت تصحى. فدي يعني دي لوحدها نعمة. فإن أنت صحيت بقى تروح فاتح الموبايل شايف الإشعارات إن أنت بقى إيه الشخص المهم، الشخص اللي بالنسبة لك العالم هيقع لو أنت ما ردتش مثلا على الأخبار دي. يعني أنت أصلا مش مهم قد كده يعني في العالم. يعني بجد إحنا مش مهمين إن أنت حد مستنيك، أو اللي هو أنت إيه فكرة إن أنت منتظر حد. أنت يا اسطى مش هتفرق معاك. عارف فكرة إن هي مش تفرق معاك سواء أنت عرفت أو ما عرفتش. الفكرة ديت بجد مهمة جدا. في حاجة برضه عايز أقولها لكم، الواحد حرفيا لما بيجي يصحى مثلا الفجر دي بيلاقي إن هو مثلا ممكن أول ساعة دي، يعني أول ساعة بعد الفجر دي مثلا من الساعة 5:30 للساعة 6:30 تبقى من أصعب الساعات اللي ممكن تصحاها او تكون فايق فيها. بجد يعني دي ممكن تكون من اصعب الساعات. تحس نفسك ان انت بص عايز تنام مش عايز تعمل حاجه. الاوقات دي انت بتاخدها ايه اللي هو زي مثلا الورد والاذكار. بتلاقي نفسك بقى يعني من الساعه 6:30 ده ربنا مديك يعني سبحان الله مديك زي مثلا طاقه وبص دوبامين ونشاط ما انتش عارف جاي منين بجد في بدايه يومك. بيبص بيفرق معاك جدا. بتحس يا اسطى ان الساعه بجد ب3 4 ساعات من اليوم باقي. وما بتصحى الصبح دي انت بتنجز كمية حاجات بجد. انت لو قعدت طول النهار ممكن ما تنجزش حاجتين 3 منها. لا انت بتاع الصبح دي بجد بتنجز كمية حاجات رايقة قوي قوي يعني. فبجد يا جدعان يعني حاولوا تصحوا الفجر. يعني بجد حاجة تفرق معاكم جدا جدا وهتطور منكم جدا وهتتعلموا حاجات كتير جدا. عاملين الشرب لسه نازل، ودي طبعا يعني الواحد وراه مهام كتير جدا جدا. عاملين يا شباب الواحد بجد يعني ايه عايز يتكلم في مواضيع حلوة جدا جدا. ومن أهم المواضيع دي يعني هو فأنا دلوقتي يعني يا شباب ورايا شوية مذاكرة. أنا عارف إن أنا اتكلمت كتير أوي فوق يعني، بس بجد أنا بحاول إن أنا إيه عارف فكرة إن أنا مش عايز حد يستنى إن حد يخليه يغير من نفسه، أو ينتظر حد يخليه يغير من نفسه.
في ناس كتير بجد بتبقى منتظرة إن حد يجي يشدها ويقومها تشتغل. يعني مفيش حد هيجي يخليك تشتغل لو أنت دنيتك منتظر كده، مفيش حد هيجيلك غير ملك الموت. ففكرة بجد صعب بجد. قوم اصحى واعمل اللي عليك، عشان يعني انت يعني هتتسأل عن عمرك فيما أفنيته فيه. أفنيته في مثلا تضييع وقت، عمل ذنوب، مش عارف ايه. فبجد يعني خليك يعني يا اسطى، خليك ظنك بربنا ان هو رحيم رحيم قوي. وبرضه خليك ظانن ان هو عذاب، يعني عنده عذاب شديد. يعني ما تتزكاش. الفكرة ان في ناس بتتزاكى، ما تتزكاش يا اسطى. هي مش بالذكاء بجد، ملهاش سنة علاقة بالذكاء. هي بلطف ربنا وكرم ربنا ونعمه اللي علينا، اللي بجد ملهاش عدد. يعني هي ربنا لو خد مننا نعمة بجد انت هتتوه، مش هتعرف تعمل اي حاجة. ففكرة ان انت بقى، في ناس كتير بتقعد تنتقد الحال بتاعها، بتقعد تنتقد ان يعني في واحد مثلا يقول لك انا مش عارف الكلية ديت ليه، ده الكلية مش عارف ايه، الواحد زهق منها، ده مش رايح. طب ما انت اصلا، طب ما انت كنت في ثالثة ثانوي وبتقعد تدعي ربنا يا رب، بس يعني يا رب هات لي الكلية دي وخلاص. هو انت اي كلام وخلاص؟ فما تقعدش تتكلم كلام كتير انت مش عارف معناه. احنا اوقات كتير يعني ربنا يسامحنا ساعات بنقول كلام احنا مش عارفين معناه، اللي هو بتبقى في لحظة مثلا زهق او كده، بتبقى بتقول كلام مش عارف هو ايه ده اصلا. يعني كلام ممكن غبي بس انت مش عارف ان انت بتقوله. فبجد راجع نفسك في كلام كتير انت بتقوله وانت مش عارف معناه، ممكن يكون يعني غلط جدا جدا يعني. فربنا يعني يسامحنا. فبجد حاول يعني ان انت تستغل وقتك وتبدأ. يعني انا بدل ما تخش تتفرج عليا مثلا وتتحفز وبعدين انت خلاص كده، لا بجد حاول تستفاد مني لو معلومة صغيرة، وتظبط دنيتك وتشوف ناس تخليك ناجح، تشوف بيئة جنبك نظيفة. فخلونا دلوقتي ان انا ابدأ عشان انا طولت اوي اوي. حاسس يعني البودكاست ده يبقى حلو، فحاول نشوفه يعني كده